لا لا لا، معقول اروح اعملها برا الايه ب2500؟ لا ان شاء الله. هو انا مجنونة علشان ادفع كل ده واروح اجري احط القهوة على الطماطم وابقى ملكة جمال من غير ما اصرف ولا شيلين؟ يلا بينا اقول لكم هنعمل ايه. بصوا، هي وصفة خطيرة وجربتها وعملتها قدامكم وبجد الفرق كان خيال. يلا بينا نشوف هنعمل ايه. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. ازيكم يا اخواتي، عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا بخير وتكونوا في احسن حال. وطبعا اللي بيتابعني من داخل مصر ومن خارج مصر مشرفينه ومنورينه على دماغي، واخواتي وعيلتي التانية ربنا يا رب يديمكم نعمه في حياتي ويخليكم ليا يا حبايب قلبي. هنا بقى يا حبايب قلبي يلا بينا اقول لكم الوصفه ايه. معلقه قهوه ومعلقه بيكنج باودر، ومعانا طماطميه حلوه كده مزقلطه ومعانا نص ليمونه حلوه او ليمونه صغيره، دي او دي يعني اللي متوفر وموجود عندك هنشتغل بيه. بجد يا جماعه هي وصفه جميله جدا والله، وليا امنيه بتعملها في المطبخ علشان طبعا وانا بحطها على وشي بقى توقع وكده، فطبعا قلت ايه احلى حاجه تبقى في المطبخ يعني اضمن يعني. بس هي والله جميله جدا. سيبك بقى من اللي بيقولك فلتر في الوش ونشد الوش ومش عارف نعمل ايه. ده ماسك يا جماعه للهالات السوداء وللبقع اللي بتبقى في الوش وللجذور السوداء والجذور البيضاء. الوصفة دي جميلة جدا 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 والله العظيم. انا عملتها وفرقت معايا كتير. بس اهم حاجة ان انتي لما تعمليها يعني ايه مرتين في الاسبوع. يلا بس هقولك انا هتعملي ايه بالظبط وهتبقي زي العروسة. هنا طبعا جبنا المبشرة، هنا قسمنا الطماطمية نصين، بشرنا نص الطماطمية والنص التاني هنستخدمه واحنا بنحط الماسك. هنا انا بصور لكم كل حاجه وجايب لكم كل حاجه، وان شاء الله اتمنى منكم ان انتوا تعملوا لايك وتشتركوا في القناه وتفعلوا زر الجرس عشان يوصل لكم كل جديد. وان شاء الله نعمل وصفات تانية كتير هتعجبكم جدا. وعلى فكره يا جماعه الوصفه ديت للهالات السوداء والبقع السوداء واي بقع في جسمك تكون غامقه دي بتنفع. يعني دي بتنفع للرقبه للرجل للايد، يعني بتمشي معاكي على جميع الاحتمالات. يعني هي حلوة جدا جدا جدا، احسن ما تروحي تجيبي الحاجة من بره بالغلا وبالكوا وما بتتلاقيهاش حلوة. نعملها في البيت وحاجات من البيت افيد واحسن من ان احنا نجيب حاجة من بره. هنا طبعا بشرنا الطماطمايه وحطينا معلقة القهوة، وهنا هنحط بقى معلقة بيكنج باودر حلوة كده زيكم، وهنعصر الليمونة. انا حاطة معلقة يعني معلقة حلوة مالية مركزها يعني. وهنا هنعصر الليمونه دي كانت ليمونه صغيره عندي فعصرناها. وهنبدا بقى نقلب الخليط كله في بعضه بقى لحد ما الخليط ياخد ويد مع بعضه ويبقى كويس كده. وهقول لكم هنعمل ايه. هنا بقى شوفوا بقلبه كله في بعضه. كل حاجه جايه قدامكم والله، اللي انا عملته قدامكم هو اللي انا استخدمته وعملتها على وشي وعلى ايدي قدامكم. بجد والله كانت جميلة. انا ما كنتش اعرف ان ايه هتبقى بالحلاوة دي، يعني انا كنت بعملها ومترددة، بس بجد لما عملتها وجربتها لقيتها في منتهى الجمال، يعني حاجة خيال كده. هنا بقى قلبتها في بعض لحد ما ايه الخليط ياخد ويدي كده مع الحاجة اللي انا حطيتها مع الليمونة والبيكنج باودر والقهوة والطماطم. شوفوا سبحان الله بيبقى سايب جدا، يعني لما انت بتقعدي تقلبيه شويه كتر بتلاقيه اتغير معاكي وبيبقى حلو جدا. وطبعا اللي لسه معايا لحد هنا ما ينساش يحط اللايك ويصلي على النبي في الكومنتات. صلوا على الحبيب قلبكم يطيب، من صلى على الحبيب ظنه لا يخيب ابدا. وما تنسوش تعملوا لي اشتراك لاختكم امنيه وتشجعوني كده عشان نعمل لكم وصفات كتير هتعجبكم صدقوني. واللي يعجبه الوصفة يعمل مشاركة للفيديو علشان غيره يستفيد. يعني مثلا انت استفدت وشفتي اعملوا مشاركة من عندك لغيرك يستفاد ويشوف، يعني ممكن غيرك يعملها. هنا طبعا شكشكنا كده النص التاني وسيبنا ايه الطماطمية في قلب الخليط كده يعني 10 دقايق كده، وابتدينا ان احنا ايه نشتغل بيها بقى. هنبتدي بقى نمسك الطماطمايه كده بالخليط اللي احنا عملناه وابدا اعمل كفه ايدي زي ما انتم شايفين. انا حبيت اعملها قدامكم علشان تبان ان الخليط كويس
وان هي كويسة وبجد فرقت جدا. يعني انا جيت ابص من عند عقلة ايدي كده من هنا، لقيت في فرق. ما جيت اغسل ايدي لقيت في فرق هنا وهنا، بجد تحفة 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 تحفة. هنا طبعا سبت ايدي عليها الماسك زي ما هي، ومسكت بقى الطماطمية بالماسك وقعدت اعمل على وشي زي ما انتوا شايفين كده. انا عندي طبعا هالات سودا تحت عيني، وفي كام بقعة في وشي كده بدأت الاحظهم في وشي. بصوا يا جماعة، الماسك ده روعة في منتهى الخيال، ان هو بيشيل البقع اللي بتبقى السودا اللي بتطلع لك في وشك، حبوب سودا، الجذور اللي هي بتطلع السودا في الوش دي والبيضة. ده بقى بيشيل كل ده. بس يا ريت ان انت تستمر عليها، يعني في الاسبوع مرتين. ولو عندك ترطيب للوش بعد ما تغسلي وشك وتظبطيه كده، تقومي جايبه الترطيب اللي عندك، بس يكون ترطيب كويس، وتقومي عاملاه بوشك بعد ما تغسلي وشك وتفرجي على وشك، هيبقى قمر. بس طبعا هتحط الماسك على وشك وهتسيبيه 10 دقايق عشان يعمل نتيجة معاكي. والنتيجة برضو مش هتبان من اول مرة، يعني النتيجة برضو بتبان حاجة بسيطة، بس انت بقى لما تعملوه مرتين في الاسبوع هيبدأ يظهر على وشك، وهتشوفي ان وشك فيه تغيير جامد. بس خلي بالك من عينيكي طبعا وانتوا بتحطوا الماسك، عشان عينيكي ما توجعكيش او حاجة تيجي عليها. يعني انا بقول لكم كده وبقول لكم كده يا اخواتي. هنا طبعا انا سايبه ايدي معموله، وهنا كنت بقول لكم مش هتاخر عليكم، هنقعد 10 دقايق ونرجع لكم تاني. يما. شايفين انا عامله ازاي؟ بس اعمل بقى عشان الماسك. هنا طبعا كان بدأ ينشف على وشي وعلى ايدي، وهنا كنت بقول لكم انا هروح اغسل وشي وارجع لكم تاني. ودي ايدي التانية اللي ما اتعملتش، فانا ما رضيتش اعملها عشان اوريكم الفرق. شوفوا بقى وشي بقى عامل ازاي، اقسم بالله وشي نور، وحسيت ان في فرق من عند البقع السودا اللي كانت طالعه في وشي. شوفوا الايد اللي ما اتعملتش والايد اللي اتعملت شكلها عامل ازاي، والله العظيم في فرق جامد. وتحت عيني برضو، تحت عيني كان بيبقى غامق قوي قوي قوي، يعني شوفوا حاسه ان هو فتح. وكان عندي يعني بقع بسيطه كده عند الفم كده، حسيت ان هي خفت ما عملت الماسك ده. بجد فوق الروعة، انا ما كنتش اعرف ان هو حلو في منتهى الروعة كده. يا ريت تجربوه، مش هتندموا عليه صدقوني. واي ترطيب عندك هتسيبيه 10 دقايق على وشك وهتغسليه، واي ترطيب عندك تقومي مرطبه وشك وتفرجي على وشك هيبقى عامل ازاي. هنا انا كان عندي زيت جينسون، قلت هو احسن حاجه للترطيب، فقمت مرطباه قدامكم كده. يعني انا برضو وريتكم الزيت الجينسون دلوقتي، هتشوفونه وانا برطبه. والله يا جماعه ما حاطه فلتر ولا حاجه، بس هي الكاميرا لما بشغلها وبلف وشي اللي يشوف يقول ده انا حاطه فلتر، بس انا ما كنتش حاطه فلاتر. هنا بقى شوفوا برطب وشي. لازم ترطبوا وشك، عشان على فكره يا جماعه هو بيشعط برضو، يعني بيبقى فيه نسبه شعطان بسيطه كده، بس عشان بيعمل نتيجه. شوفوا والله العظيم وشي نور بقى تحفه. يا ريت تجربوها، واهم حاجه ما تنسوش تحطوا لايك، تشتركوا في القناه، تفعلوا زر الجرس عشان يوصل لكم كل جديد. ويا رب اكون عند حسن ظنكم، واتمنى ان انتم تعملوا مشاركه للفيديو عشان غيرك يستفيد. يعني غيرك، يعني انت تشوفي غيرك يستفيد، اصحابك يستفيدوا. بجد الوصفه روعه. ما تنسوش تساعدوني باللايك والاشتراك علشان اعمل لكم وصفات تانية كتير هتعجبكم صدقوني. بجد انا انبهرت بالوصفه دي، ما كنتش اعرف ان هي هتبقى بالجمال والحلاوه دي صدقوني. انا عملت حاجه على ضمانتي وحبيت اوريها لكم. وعلى فكره يا جماعه الفيديو ده جايب، انا شفت الفيديو ده على النت جايب اكتر من 20 مليون مشاهده، وحبيت ان انا اجربه لكم. بجد خطير 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 صدقوني. شوفوا اصلا في فرق في وشي من اول الفيديو والوقت، شوفوا وشي عامل ازاي وكفه ايدي عامله ازاي. بجد والله في فرق رهيب. بجد يا جماعة انا منبهرة بالوصفة بتاع الماسك دي، بجد خطيرة. بجد انا لقيت الفرق عندي متغير 100%، او قولوا يا جماعة حتى 90%. بس بجد يعني لما تبقى من اول مرة تبقى معاكي كده، اعرف ان انت لو عملتيها مرتين في الاسبوع كل اسبوع هتلاقي وشك اتغير تماما. بس اهم حاجة تسيبيه 10 دقايق على وشك، واي حاجة واي ترطيب يكون كويس، ترطيب كويس،
وتحطيه ويحافظ على وشك برضو، وطبعا يخلي المثانة بتاع الوش كده كويسة. واهم حاجة ده ماسك للهالات السوداء والبقع السوداء. ما تنسوش بقى تحطوا لايك وتشتركوا في القناة وتفعلوا زر الجرس عشان يوصلكوا كل جديد. باي.